السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل محشي البرنجان والكوسة والفلفل بطريقة حلوة قوي، وهنعمل كمان الملوخية الناشفة بطريقتي بقى وطريقة اجدادنا جمال دمت. بس ان شاء الله باذن الله هنعمل المحشي الكوسة والبرنجان والفلفل بطريقة حلوة قوي، وهنشوف كمان الملوخية معانا. بس يا رب تتابعوا الفيديو للآخر عشان بجد هقول لكم على كل التفاصيل في الفيديو ده من الألف للياء. بجد احنا نختلف عن الآخرين. المحشي بتاعنا ده محشي فعلا بجد لا يقاوم. بجد احنا فعلا بنعمل محشي الله أكبر لا يعلى عليه. يلا بقى نشوف الفيديو مع بعض وندخل نشوف الطريقة. اول حاجه نزلت السوق وجبت، قلت ايه يا ربي هجيب ايه؟ معرفتش اجيب ايه، فقلت لقيت ايه؟ بدنجان وكوسه. قلت والله لا اجيب بدنجان وكوسه وفلفل واطلع كيس لحمه من الفريزر واعمل بقى ايه. العيال بيحبوا بقى المحشي دايما البدنجان والكوسه والفلفل. ونزلت معاكم قبل كده في الفيديو اللي فات او في الفيديوهات اللي فاتت ورق العنب. ان شاء الله باذن الله الفيديو يعجبكم. اول حاجه هنبتدي نوضب ايه؟ البدنجان زي ما انتوا شايفينه انا بجيبه، هو المقاس ده كله زي بعضيه، ولما نكون في واحده طويله كده نقسمها على نصين. تمام، بنجيب البدنجانه ونقسم كده بالسكينه من فوق العنق بتاعها كده، والطويله بنقسمها على نصين زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله قبل ما تجيبي البدنجان لازم تجيبي البدنجانيه الطريه البيضه اللي ما فيهاش ايه، مش مخربشه كده من بره، بيكون حلوه. ولا تجيبي التخينه قوي ولا تجيبي الرفيعه. ومعانا المقوار بتاعي ده هو ده اللي انا بستخدمه دايما في التقوير البدنجان زي ما انتوا شفتوه كده رفيع وفي زجزاج من الجنب. تمام، ما شاء الله يعني يعمل البدنجانه رفيعه ويقورها زي ما انتوا شايفين. البدنجانه بقت زي الفل، بيشيل القلب اللي جواه كله اللي هو اللي فيه بذر ده. تمام، وكمان هقول لكم نصيحة حلوة مني. لو انتوا عايزين تستغلوا كل حاجة من الحشوة اللي بتنزل كمان من البدنجان دي، تقدري تضيفي القلب البدنجان وحديه في طبق وقلب الكوسة وحديه في طبق، وهقول لكم هتعملوا بيه ايه. هقول لك تعملي ايه. انا بصراحة كشخصيا كده انا بمسك القلب بتاع الكوسة في طبق وبحطه بفرشه في قلب الحلة بتاع الايه البدنجان والكوسة والفلفل، يعني بحطه من تحت. تمام، لان احنا بناكله حتى بالمعلقة. تمام، بيديله طعم حلو قوي، واحنا كده بنستغله بدل ما يترمي في الزبالة. بصراحة كل حاجة دلوقتي لازم نستغلها. طب البدنجان نقدر نعمل بيه مسقعة. لو انت عاملة كمية كبيرة ممكن تاخدي البدنجان دوت قلبه كده ويكون نظيف، البدنجانة تكون مغسولة وتعملي بيه مسقعة. مسقعة ازاي؟ طبعا ولا هتقلي ولا هتعملي حاجة، هتبقى مسقعة البدنجان ده هيبقى ني في ني كده. يعني انت هتعملي التسبيكة بتاعت الطماطم بالتومة، وبعدين تحطي فيها البدنجان مع شوية بطاطس، هيديكي نتيجة زي الفل. تمام، انا كده قورت البدنجان معايا زي ما انتوا شايفين، ومسكت الكوسة وبالجنب بتاع المقوار، الجنب اللي هو فيه زجزاج ده، وعطيت له بقى ايه تطليع كده بتبقى شكلها حلو قوي وجبنة كده في الاخر. تمام، اهم حاجة تشيلي القمع اللي من فوق كده واللي من تحت عشان يديكي نتيجة مفضلة. كمان ننقي كل الخضار بتاعنا يكون طازة وصابح كده عشان يبقى طعمه حلو ويدي نتيجة مميزة. تمام، الكوسة انا بحبها ما تكونش رفيعة قوي، بحبها تبقى برضو في نفس المقاس بتاع البدنجان عشان يبقى كله كده ايه سماسم كده حلوين، كلهم في مقاس واحد. تمام، يبقى زي ما عرفتكم كده التفاصيل اللي احنا بنقول عليها والله العظيم هتفرق معاكي جدا. تقدري كمان قلب الكوسة تعملي فيه ايه لو انت مش حابة تحطيه في المحشي نفسه من تحت كده. هقول لك على حاجة، عارفين القرص البيض؟ تمسكي بيض وتحطيه في بولة والقلب بتاع الكوسة والله العظيم هيدي قيمة غذائية جدا. يعني نقدر نحط مثلا جزر في البيض، بس تكون جزرة مثلا ايه مبشورة. تمام، مبشورة واخدة ايه تبخيرة كده شوية من بخار كده، يعني تستوي شوية على البخار او ممكن عادي هو هيستوي برضو الكوسة الجزر. الكوسة نفس الكلام، على مثلا
مثلا البيض وتروحي حطاه، اللهم صل على النبي، في البيض مع شويه خضره وشويه كمون وشويه فلفل اسود، هيديكي قرص بيض تحفه. يعني والله العظيم الافكار دي حلوه قوي، بحيث ان احنا نستغل كل حاجه. مسكت الفلفل طبعا وشلت القمع اللي من فوق، ولما تكون الفلفلايه طويله بنقسمها على نصين، وبنبتدي بعد كده هنقورها، نشيل القلب اللي جواه بحيث ان هي تبقى سهله في الحشو. تمام. ومسكت الكوسه عشان هي طويله، قسمتها على نصين زي ما انتم شايفين. يبقى كده استعدينا وجهزنا كل الخضار بتاعنا اللي هو الكوسه والفلفل والبدنجان بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. هبتدي بقى اقور الكوسه بتاعتي زي ما انا قلت لكم ان انا مش برمي القلب بتاعه، فجبت طبق نضيف وضفت بقى فيه القلب بتاع الكوسه لان احنا هنستخدمه. تمام. انا هستخدمه زي ما قلت لكم. شايفين الجمال؟ بس اهم حاجه ما تقوريش الكوسه قوي وتخليها رفيعه، يا دوبك شيلي القلب اللي جواها بس عشان تبقى الكوسيه كده حلوه وطريه وفيها غذاء. خلي بالكم الكوسه مغذيه جدا يعني للقلب، يعني كمان لعضلات القلب، وبجد حلوه، يعني من الاكلات الحلوه قوي للناس كمان الكبار يعني، وكمان الصغيرين بيستسهلوها، وحلوه قوي على المعده، يعني سهله في الهضم. ونفس الكلام مسكت الفلفل زي ما انتم شايفين. انا هقور بقى في الاخر، هكمل مع بعض بقى الكوسه في الاخر، بس انا بوريكم بقى الفلفل برضو بنشيل القلب بتاعه وهنستخدمه. القلب بتاعه يا اما تمسكي القلب بتاع الفلفل تضيفيه في الخلطه نفسها ويديها شويه سبايسي كده وحرقان، يا اما تحطيها برضو في الارضيه كده بتاع المحشي بتاعنا. تمام. خدت كده كل المحشي بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، الكوسه والفلفل والبدنجان زي ما انتم شايفين ما شاء الله. خلصت الكميه بتاعتي وحطيتها في البوله، واهم حاجه في الطبق البلاستيك الكبير ده اغير عليها الميه. البدنجان ابيض زي الفل مش مسود منا، والله العظيم الطريقه دي فعلا جميله جدا. وانت بتقوري لازم ترمي البدنجان في الميه عشان ما يسودش. طب لو انت موظفه وهتعملي البدنجان من قبليها، ضيفيه في كيس وفرغي منه الهواء وضيفيه في التلاجة برضو مش هيجرى له حاجه. تمام. ولما تطلعيه بقى تغسليه. مسكت شويه بصل حلوين وخرطتهم ونزلت عليهم بشويه زيت زي ما انتم شايفين كده، ورشه ملح صغيره. الملح ليه؟ انا دايما بجيب لما يكون عندك بصل لازم ترشي عليه رشه ملح. الملح ده يشيل منه التصننه، يعني البصله كده ما تبقاش ريحتها مصننه زي ما انت عارفه. ورشه مثلا كمون او رشه فلفل اسود صغيرين. تمام. الزيت ما كانش ازازه الزيت مكمله، ضفت بقى شويه زيت. لو انت حابه تضيفي سمنه ضيفي سمنه، بس انا بصراحه دايما بعمل المحشي بالزيت العادي. تمام. او زيت ذره اللي عندك واللي انت حابه تشتغلي بيه اعملي. لما البصله تبتدي بقى تصفر معانا كده هنمسك كده طبعا الطماطم عندي في الكبه او في الخلاط. تضربي بقى الطماطم كلها في الكبه. بس قبل ما نضرب لو عندك فلفل احمر مثلا بتضيفيه، يا ريت تضيفي، بيدي سنه سبايسي كده حلوه وبيدي تسكيره حلوه للمحشي. البصله خلاص كانت جهزت معايا وبدات تصفر زي ما انتم شايفين. نزلت عليها بالطماطم وهسيبها تتسبك هتكون جاهزة. طبعا وانا في الاثناء دي بعمل حاجة تانية، يعني مثلا هي الطماطم كده نزلت في البصلة، همسك بقى الخضرة واظبطها، يعني بمسك جزئية جزئية. البصلة اتعملت نزلت عليها بالطماطم اللي عليها فلفل احمر، وبعدين كنت بعمل في الخضرة. تمام. يعني وانت واقفه في المطبخ اعملي كل حاجه. حبايبي لو انتوا لسه معايا في الفيديو لحد دلوقتي يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم. ويلا بقى يا حبايبي اعملوا على طول لايك في القناه وانا بتكلم كده، انزلي تحت على القناه واعملي لايك جميل بتاعكم، والله العظيم بتسعدوني جدا وبحب جدا مشاركتكم ليا والفيديوهاتي. ولو انت لسه ما اشتركتيش معايا في القناه انزلي واعملي اشتراك. هتلاقي تحت في القناه كلمه اشتراك، اعملي اشتراك ودوسي عليها، هيظهر لك كده كلمة الكل. دوسي على كلمة الكل يبقى كده انت فعلتي الجرس عشان يوصلك اشعار بأي حاجة بنزلها جديد، عشان تتفرجي على وصفاتي اول باول وتتابعي بقى فيديوهاتي اللي انا بنزلها، وتاخدي جولة على الفيديوهات وتكتبي لي بقى كومنت حلو من عندك. خرطت الخضرة بتاعتي بعد ما كانت اتغسلت طبعا، لان انا من النوع اللي انا ما بحبش اخرط الخضرة وبغسلها بعد كده عشان القيمة الغذائية والفيتامينات اللي فيها ما تنزلش في الميات. تمام. خرطت الخضرة بتاعتي وكانت الطماطم خلاص اتسبكت معايا زي ما انتوا شايفين كده.
تعرفي ازاي ان هي اتسبكت؟ تكون خلاص الصوص اللي فيها، الميات اللي فيها الزياده بتكون قلت، وزي ما انتم شايفين كده تبتدي بقى الزيت يرفع الوش. حطيت كمون وجبت بقى من العطار، قلت له عايزه توابل محشي، اعطاني شويه توابل بس ريحتهم تحفه جدا ما شاء الله. هي دي توابل المحشي. توابل المحشي بتكون فيها شويه كمون، شويه فلفل اسود، كزبره، سنه قرفه صغيره. هو ده توابل المحشي. تمام، بتكون حلوة قوي. ولو انت مش عندك توابل محشي ضيفي كمون وكزبرة وملح وخلاص على كده. حابة تضيفي شوية نعناع مجفف تفركيهم كده في ايديكي ضيفي، مش حابة تضيفي يبقى خلاص، يبقى الخضرة كده. والله العظيم هتاكلي احلى صوابع محشي، فعلا جميلة جدا. نزلت بالخضرة بس كنت طفيت على البوتاجاز. تمام، يعني ما بتسيبيش الخضرة تفضل تغلي مع الصلصة بتاعت الطماطم والبصل. ليه؟ عشان واحنا حاطين المحشي على البوتاجاز كده روايح تطلع وتفحفح وتجيب اخر الدنيا واخر الشارع كده، واللي يدخل عندك البيت يقول الله الله على المحشي بتاعك، فعلا تحفة. مسكت شوية الرز اللي عندي، يعني بتاع كيلو الا ربع رز كده. على كمية ايه؟ هقولك على كمية ايه. جايبة كيلو ونص كوسة، وجايبة كيلو بدنجان او نص تقريبا بدنجان، وجبت ربع فلفل. مكترتش يا جماعة، عايزة اقول لكم بجد والله العظيم المحشي كان فعلا تحفة. زي ما قلت لكم تعالوا نشوف بقى ايه الكوسة بتاعتنا، القلب بتاعها ضفتها كده من تحت في الحله بتاعتي، ومسكت بقى الحله وتنيتها كده زي ما انتم شايفين. يعني عارفه انا كده على الرخامه، وزنقتها كده جنب من على الرخامه والصينيه بتاعتي اللي انا بحشي فيها، والجنبيه الطبق البلاستيك اللي فيه الكوسه والباذنجان والفلفل بعد ما شطفته كويس وصفيته من الميه. بحشي ازاي؟ بمسك واحده كوسه وارجع احشيها. طبعا بنسيب مساحه صغيره كده عشان الرز يبتدي ايه يطلع وينفش ويرفع لفوق. امسك كوسايه وامسك فلفلايه وامسك بدنجانه. تمام، زي ما انتوا شايفين بمسك الكوسايه واحطها، وبعدين بعديها بدنجانه وبعدين فلفل. لو انت بقى حابه تعملي كل حاجه في جنب وحديها اعملي، بس انا بصراحه عشان ايه ننزل كده بالحله كلها في صينيه بقى والدخان يطلع علينا والريحه الجميله تبقى ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك، تبقى فعلا اكله حلوه وجميله. اللي حابب مثلا كوسه بس وفلفل ماشي، واللي حابب بدنجان وفلفل ماشي. بس بصراحه الثلاثه مع بعضيهم بيدوا ريحه كده وكوكتيل حلو كده ما شاء الله، بيبقى مميز جدا. زي ما انتم شايفين الكوسه فعلا حلوه ومش مقوراها للاخر، يعني مش مخليها رقيقه كده زي ما انتم شايفين، سايبه فيها قلب كده عشان الكوسه حلوه. خلصت الكميه معانا ونزلت بيها على البوتاجاز، وتعالوا نشوف بقى التسويه الصح. بصوا بقى، همسك بالحله مش بالكبشه، وهنزل بشويه وهوريكم معيار الشوربه اللي انا حطيتها. بصي تقلبي كده الحله، تحسي ان الشوربه ايه موجوده، بس مش من فوق، مش مغطيه. تمام، لان الكوسه فيها سوائل هتنزل. وبغطا كده استلس وغطيت عليها، وهسيب بقى تستوي لحد ما اوريكم بقى بدات تعمل ايه. غرقت معايا كده زي ما انتم شايفين، وشغاله في السوا، والريحه جايبه اخر الدنيا ما شاء الله الله اكبر اللهم بارك. تعالوا نعمل ملوخيه ناشفه. تعالوا بقى نشوف يا حبايبي. حطيت حتتين زبده كده وهنزل عليهم بشويه زيت ذره صغيرين، لان طبعا زي ما قلت لكم وعرفتكم دايما الزبده ما تسيبوهاش وحديها، ضيفوا عليهم شويه زيت ذره كده عشان ايه ما تتحرقش منا واحنا بنقلي. التومه يا جماعه انا دايما بفرمها يا اما في الكبه يا اما في المفرمه بتاع الخلاط، يا اما بدقها بايد الهون، بتدي نتيجه حلوه قوي. وبقلي التومه بقى الاول، عكس ناس تانيين يحطوا شوربه ويحطوا عليها الملوخيه ويرجعوا تاني يقلوا بقى التومه ويطشوها عليها من فوق. لا والله العظيم جربوا الطريقه دي فعلا حلوه قوي. ماشي، بتقلي التومه. وعندي طماطمايه هقول لكم بقى هنعمل فيها ايه، بس بعد ما تكون التومه بدات تاخد ريحه كده ولون، فاهمين؟ يعني تبتدي تاخد لون اصفر. والله العظيم انا حرفيا بحب قوي ريحه الملوخيه وريحه التومه والدقه بتاع التومه لما بتدق، يعني الزيوت اللي فيها بتكون ايه نفاذه جدا وقويه، وتكون حلوه قوي بجد. من الحاجات اللي فعلا نقدر نشمها من بعيد مسافه طويله كده، نشم في ناس عاملين هنا ملوخيه، في ناس عاملين هنا محشي، بجد بتكون ريحتها حلوه قوي. دخلت على سوا هيت. لو انت بقى عندك في الاثناء دي كزبره ناشفه ضيفي
بس انا بصراحه ما كانش عندي، لان طبيعي بعد التومه بتاعه الملوخيه بنضيف كزبره ناشفه. تمام، بس انا ما كانش متوفر فمشيت حالي. بشرت بالطماطم بالمبشره زي ما انتم شايفين. هناخد بس القلب الصغير كده اللي من جوه الطماطمايه. تمام، بس كده مش محتاجه كتير، لان احنا مش بنطبخ طبيخ، احنا بس بنشوف تومه مع سنه الطماطم دي بتدي ريحه وطعم حلو قوي. بس بسيبها شويه صغيرين كده، وهبتدي بقى انزل عليها بالشوربه. تمام، شوربه لحمه، شوربه فراخ، اللي موجود عندك. تمام، هنزل كده بالكميه اللي عندي وما تكتريش. تمام، لما يكون قليل وتضيفي بقى الملوخيه وترجعي لو عوزتي تضيفي شوربه تاني، احسن ما تضيفي سوائل كتير ويكون الملوخيه عندك قليله فتكون خفيفه. تمام، ضفت الشوربه معايا وهبتدي انزل عليهم الملوخيه الناشفه. طبعا مكان مضمون جدا، وتكوني اول حاجه عارفه مصدره، وتكون الملوخيه نفسها مسكره. في ناس عندهم الملوخيه بتكون مسكره، طب هتعرفي منين؟ امسكي وجربي. جربي يعني، اعملي مره عجبك الملوخيه خلاص دومي عليها. ما عجبكش طعم الملوخيه ما تكونش مسكره، جربي حد تاني. تمام، الملوخية بتكون بقى هما مكرمينها بصراحة، وفي ناس لحد دلوقتي بيمسكوا الملوخية وبينشفوها في البيت، وكمان بيكرموها بإيديهم بموخل كده ويظبطوها. هقول لكم بقى ازاي نخلي الملوخية معانا تخضر وما تكونش ما تكونش معانا لونها زي اللون الغامق او اللون المصفر. تمام، طبعا تبتدي تغلي غلوتين ونكون خلاص طافين عليها. شايفين وصلت لدرجة اللون الاخضر ازاي؟ زي ما انتوا شايفين. طبعا انا بذوق الملوخيه وهشوف بقى ايه محتاجه ملح ولا لا. لقيتها محتاجه سنه صغيره، هقول لكم هنعمل ايه. احسن بقى حاجه ان انت تضيفي اصلا بدل ما تضيفي ملح على الشوربه، تخلي شويه من الشوربه وتضيفي عليهم مرق الدجاج. تمام، يدوكي بقى الملوخيه في حته تانية. والله العظيم اقسم بالله تحفه جدا. مسكت بس عشان انا كنت ضايفه ملح في الشوربه نص المكعب المرقه الدجاج ده، ضفتها بقى كسرتها كده وضفتها في الملوخيه بتاعتنا، هتديني بقى طعم يوديني في حته تانية. زي ما انتوا شايفين الملوخيه باينه اهي مخضره. طبعا الملوخيه الجديده طلعت، بس ان شاء الله هنزل لكم بقى ايه عن الملوخيه الخضراء وطريقتي فيها. نزلت بشويه شوربه لما لقيتها تخنت شويه. زي ما انتوا شايفين كده هي مظبوطه، ولا اللي هي التخينه قوي ولا خفيفه، يعني الملوخيه تتغمز وتتشرب بالايه بالمعلقه. يا رب طبعا الوصفات بتاعتي تكون عجبتكم. هنشوف بقى مع بعض واحنا بنغرف. غرفت الطبق الملوخيه وهبتدي اغرف في المحشي الجميل اللي ريحته جايبه اخر الدنيا، والكوسه الجميله قوي اللي ما شاء الله ما فيش حد بيستغنى عنها. عايزه اقول لكم كمان حاجه، لو انتوا حابين المحشي يكون باللحمه المفرومه، هتسبكي الطماطم وتنزلي عليها اللحمه المفرومه بعد ما تتسبك الطماطم. تمام، وتبتدي تقلبي اللحمه المفرومه في الطماطم، وبعد كده تنزلي بقى بالخضره بعد ما اللحمه المفرومه خلاص تكون خدت لون كده جميل وتكون خلاص استوت. تمام، يعني بدل ما اللحمه تكون لونها احمر هتكون لونها بقى مائل للبياض كده، لان اللحمه خلاص تكون شدت واستوت. تمام، لو انت عايزه بقى تعملي باللحمه المفرومه. تمام، لكن ده الاقتصادي بتاعنا اللي هو المحشي العادي اللي من غير لحمه مفرومه. بس انا قلت لكم برده التركايه دي لو انت حابه تعملي باللحمه المفرومه. شايفين الجمال؟ شايفين البدنجان والكوسه والفلفل؟ فعلا تحفه جدا. والارضيه بتاع المحشي نفسها اللي فيها بقى الخلطه بتاع الايه القلب بتاع الكوسه فعلا حلو قوي وجميله ما شاء الله. الله اكبر. عايزه اقول لكم ان احنا بناخد المحشي ده كله بنمسك بقى كمان قعر الحله او القلب بقى بتاع الكوسه، بتبقى طعمها حلو قوي ما شاء الله. يا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وفعلوا تنبيهات الجرس للكل، وكمان اعملوا لايك وشيروا بقى الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. ما تنسونيش قناه اكل هنيه مع اماني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بالف هنا يا امارات. اشوفكم في حلقات جديده ووصفات جديده، واكتبوا لي في اي حاجه عايزينها في الكومنتات لاي وصفه انتوا حابيني اعملها واشارككم فيها. وان شاء الله باذن الله يكون بيعجبكم فيديوهاتي وقناتي والوصفات اللي انا بقدمها لكم، اذا كانت حلوه او حادقه او اكلات او وصفات. بالف هنا. يا رب تتهنوا كلكم بالخير، وكل سنه وانتم طيبين. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه يا حبايبي.